في كلمة لو قالها لك اوعي تعديها لانها هتبان بالنسبة لك انها بسيطة، انما مضمونها في الاساس هو بيختبر حبك ليه. تعال اشرح لك المعنى الحقيقي للكلمة دي وازاي لما يقولها تردي صح. كملي المقطع للاخر عشان هيكون فيه الاجابة والتصرف الصح اللي المفروض تعمليه. وقبل ما ابدا لازم انوه عن كتابي الجديد. كتاب متاح نسخة PDF والفترة محدودة ب 39 جنيه بس. الكتاب ده مهم جدا ليكي، عن اسرار او سر الرجل، اسرار محدش اتكلم عنها ولا عارفها قبل كده. يلا بينا نبدا. بص يا ست الكل ويا ست البنات، الراجل احيانا مش بيعرف يعبر عن مشاعره بشكل كويس او بشكل مباشر، واوقات بيبقى عايز يتاكد من حبك ليه. انت مركزه معايا؟ واختباره ليكي ده مش ضعف منه ابدا، دي محاوله بسيطه منه علشان يعرف قيمته عندك او مكانته عندك، عشان ما يكونش بيفرض نفسه عليك. هتلاحظي مثلا انه بيكرر جمله براحتك او اعملي اللي انت شايفاه صح. انت ممكن تسمعي الكلمه دي وتعديها عادي، انما هو بيقيس بيها حاجه مهمه جدا: هل هتبعدي ولا هتفضلي موجوده؟ وهل ردك هيكون هادي ولا هتحسسيه انه ملوش قيمه عندك؟ والكلام ده كله. معنى الجمله دي اللي بيقصدها لما يقول لك براحتك بالطريقه دي، اللي نبرته فيها نبرة برود، اعرفي ان جواه سؤال تاني خالص، كأنه بيقول لك هو انت مهتمة بيا زي الاول؟ وهل انا لسه لغاية النهاردة ليا مكان عندك؟ ولا وجودي في حياتك بقى شيء عادي؟ هو مش منتظر منك انك تتحكمي، بالعكس خالص، هو عايز يعرف انت شايفاه مهم ولا مجرد اختيار لشخص مش اكتر. زي مثلا لما يقول لك لو انت مش فاضية براحتك، وهو عارف انك بتوفري ليه وقت فعلا. هو بيشوفك هتتنازلي ولا لا، ولا هترد عليه وتقولي له لا انا معاك. طب السؤال بقى، المفروض تتصرفي ازاي او تعملي ايه؟ هنا الفرق بقى بيكون ما بين واحدة بتدي ثقة وما بين واحدة تانية بتبوظ العلاقة. والرد مش هيكون طبعا دلع زيادة ولا اثبات انك بتحبيه 24 ساعة. الصح والرد عندك هيكون ان لو عندك كلمة حلوة او حاجة حلوة قوليها، زي مثلا انا بحب اكون معاك، او انا مهتمية بيك بس عايزة اسمع كل اللي جواك، بدل ما تسيبيه يقولك براحتك. ردود بسيطة هي بس بتطمن وبتبان او بتظهر ان عندك نضج في المشاعر. الجملة اللي بتبان هادية ساعات بتبقى اختبار، مش اختبار لحبك خالص، انما اختبار لمكانته عندك. واللي بيفهم النقطة دي بيعرف يحافظ على العلاقة من اي تحديات او توتر. وافتكري دايما ان الراجل لما بيختبر مش عايز يجرب وجعك، هو عايز يطمن نفسه. ولو اتأكد وعرف ان عندك احتواء وفهم، بيتحول من راجل بيختبرك لراجل بيثق فيكي بزيادة. بسيطة جدا اهي.